إحنا وصلنا لزمن فهو زمن الوحوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت حابب كده أعرض عليكم فيديو، بس لو في حد قلبه ضعيف أو حد ما بيحبش العنف فبلاش يتفرج على الفيديو. يلا بينا نتفرج على الفيديو مع بعضينا. طبعا أنا كل يوم كل ما بقلب كل ما بلاقي فيديو زي كل كده. يوم بشوف فيديو أفظع من الأولاني. بقى تحس إن هو بقى روتين يومي عند الناس، بقت حاجة عادية، بقت حاجة سهلة، بقى أكني مفيش حاجة. يعني اللي بيشوف فيديو زي كده بقى أكنه ما شافش حاجة، بقت حاجة عادية عند الناس. ما بقاش يشغل الناس حاجة زي كده. اللي في الفيديو ده الراجل الأولاني اللي كان راكب على الموتوسيكل ده، الراجل ده يرحمه الله، ولو كان عايش فربنا يستر عليه. والشاب اللي هو التاني دوت برضه الله يعلم بحالته، اللي أنا طالع أتكلم عليه. بص سواد القلوب وقلة الإيمان وقلة الرحمة، والناس اللي هي ما تعرفش ربنا. الطفل الموجود دوت لو كان جت حاجة على دماغه كنت نهيت حياته خالص. ولا الست اللي هي ب100 راجل اللي كانت واقفة ديت، لو كانت خدت برضه أي طعنة زي هي اتضربت، يعني هم ضربوها زي ما انتم شايفين في الفيديو طبعا. لو كان حاجة جت فيها بالغلط ولا أيا كان في دماغها أو أيا كان، كان برضه رحمها الله. الخلاف اللي يوصلكم لكده فلوس أو أيا كان، ما تستدعيش إن البني آدم يعمل كده. ما فيش حد هيعمل كده إلا بني آدم ما يعرفش ربنا، بني آدم قلب أسود، بني آدم ما عندوش رحمة. إحنا وصلنا لزمن فهو زمن الوحوش. إحنا وصلنا لزمن فهو زمن الوحوش.